السلام عليكم. واحنا عاملين حلقه رياكت كوميديه يعني عن الموضوع ده. هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف في الحلقه ديت. هي هتنزل، بتترفع حاليا، هي هتنزل كمان شويه، هتنزل بكره. هحاول انزلها يعني كمان شويه. المهم نرجع لموضوعنا، وهو ان عمرو اديب بيقول ايه. انا منحت الجنسيه السعوديه واصبحت مواطن مصري واصبحت مواطن سعودي، وانا بشكر جلاله الملك سلمان وبعمل ايه والشويتين بتوع اللي هو قاله. لو تفتكروا من فتره كنا عملنا حلقه لما الاعلام كله هاج، كانت بعنوان الفار دخل المصيدة، كانت لعمرو اديب لما الاعلام كله هاج عليه. بس هو يا جماعه اللي انا عايز برضو اوضحه لحضراتكم، وانا مش بحاول اخرج بره الموضوع، لكن في هوامش كده بحب اوضحها، بكون يعني قريت عنها او اطلعت او فهمتها كويس. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الاعلام المصري على وجه العموم دونا عن اي اعلام في الكره الارضيه، ان كان اعلام سعودي او مغربي او اجنبي او صومالي او سوداني او اي اعلام، اعلامنا بيتحط له. مش فاهم ليه الكلام ده في حاجات غريبه قوي حصلت في عهد الرئيس السيسي، حاجات مقززة، يعني أنا أسميها حاجات مقززة غير ديمقراطية وغير دستورية وغير، يعني أنا الكلام ده أنا عارف إن الكلام ده ممكن يأذي، ولكن لازم أقوله. ما هو لو حضرتك يا مشاهد، حضرتك أنت دلوقتي اللي أنت شايفني وأنا بهز صباعي ده، حضرتك لو أنت مكسوف على صفحتك تقول الكلام ده أو تعبر عن رأيك، لا أنا خليني أتحمل عنك ده، ويفعل الله ما يريد. يعني ما حدش ما ياخدش الارواح غير ربنا سبحانه وتعالى. فخليني اقول لك ان فعلا بيحصل حاجات الواحد يتامل فيها، زي موضوع السكريبت الموحد ده اللي طرأ او نزل علينا فجاه كده او هجم علينا من السماء. نزل بطياره هليكوبتر من حوالي 3-4 سنين. يا اخي من كتر بواختهم الاستخفاف بعقول المصريين، واحنا طبعا وحضراتكم كلنا عقولنا نوابغ، حتى لو قلنا في ناس حزب الكنبه اللي هي ما بتتكلمش خالص، فبرضه ناس نوابغ وناس عندهم عقل بيفطن. فلا تستخفوا بعقولنا بالطريقه دي يا جماعه. يعني هو انا موضوع السكريبت الموحد ده العيل الصغير اكيد هيعرفه. لما ادخل عند لميس الحديدي الاقيها مثلا بتتكلم عن عقار اسكندريه الواقع، اقلب على عمرو اديب عقار اسكندريه الواقع في برنامج الحكايه، اقلب على احمد موسى في برنامج على مسؤوليتي عقار اسكندريه الواقع، اقلب على مش عارف، يعني سكريبت موحد بكلام مكتوب يقراه، وهو ده اللي. وعلى فكره اللي عايز يتاكد من الكلام ده يسمع الحلقه اللي انا هحط لكم الرابط بتاعها دلوقتي في صندوق الوصف، اسمعوها هتتاكدوا من كلامي، لان انا عملتها برضو. مش بقول على نفسي حريف، لكن انا عملتها بشويه حرفيه، اللي هو ايه، مجمعهم كلهم، كل واحد بيتكلم كلمه التاني بيكملها، كل واحد بيتكلم كلمه. احط فلوس تطلع ذهب، يعني انا هحط الكارت يطلع لي ذهب. كمان السكريبت مش مجرد انك اتكلم في موضوع وارتجل بقى انت من عندك، يعني انت اتكلم في موضوع اسكندريه وارتجل، لا ده نص مكتوب يملى عليه بيقراه. هو ده حلقه النهارده بالنسبه لده وبالنسبه لده وبالنسبه لده. فاللي حصل مع اخينا عمرو اديب ان هو خرج عن السياق. عمرو اديب راجل اجنده سعوديه من الاخر. ده حقيقي، لما الباز قال عليه هو اجنده سعوديه ده حقيقي، هو شغال تبع السعوديه طول عمره، فبتوع السعوديه تقريبا ما عجبهمش الموضوع ده، فحاد عن الاعلام المصري، عشان كده اتقلب عليه الكلام ده. ما عجبش النظام، ما عجبش الحكومه. طب عشان نحاكم عمرو اديب ده راجل تبع السعوديه، يبقى انا كده هعادي السعوديه. وعمرو اديب نفسه قال انا بقالي انا صناعه سعوديه. نزل لعمرو اديب ان شاء الله فيها كتير يعني غير اللي كانت نازله قبل كده، لا ده فعل جديد بقى ان شاء الله. فلا انا ما اقدرش اعادي السعوديه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اسلط عليه اعلام، اللي هو اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. وفعلا هاج عليه الاعلام، وده نزل في حلقه برضه هحط لكم الرابط بتاعها دلوقتي، وكل حلقه هكتب قصادها عنوانها كده، وكل رابط هكتب قصاده عنوان. ضروري تسمعوا الحلقات دي للي عايز يعني ايه يعرف الموضوع من اوله. طيب نرجع لصلب الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فهاج عليه الاعلام مرة تانية لما اتكلم عن موضوع الجنسية السعودية، كله اتكلم عن السوشيال ميديا طبعا اتقلبت. عمرو اديب انا مش شايفه يعني مؤثر قوي لدرجة ان كل الناس سابت اللي معاها واللي وراها واللي قدامها وبتتكلم عن
ولكن بناء على ان هم اتكلموا ان قناتنا دي موجودة علشان الموضوع المطروح على الساحة هي تناقشه، فبنناقشه. فعمرو دلوقتي اصبح عقبة كبيرة جدا قدام النظام وقدام الاعلام المصري، لانه مش بيتكلم على مزاجه، مش بيتحط له سكريبت. عمرو اديب اخر يروح ياخد نفسه يروح السعوديه، يعني هو راجل عنده كفيل سعودي. وعشان برضو لو في حد من حضراتكم مشاهد شافه بيتكلم نفس الكلام يقول الله انت يا باشمهندس فرحات قلت لنا كلام تاني وقلت لنا الراجل ده ما بتحطلوش سكريبت. لا، ممكن يبقى موضوع فعلا مثار على الساحة فتصدف ان الكل بيتكلم فيه، لكن لو تلاحظوا هتلاقوا معظم مواضيع عمرو بتبقى مختلفة شوية عن اللي بيتكلم عنها باقي الاعلاميين. حتى لميس مراته الهانم المدام عمرو طبعا الدنيا كلها مقلوبه عليه ومحدش راضي عنه دلوقتي من السياق، لكن السعوديين الحقيقه راضيين عنه تماما تماما تماما. فخر للمواطن السعودي، فخر للمواطن العربي، وبيكرموه وشي هدايا وشي ماعز بقى وظبي وشوف بيحطوا له ايه. كل ما يروح السعوديه بسم الله ما شاء الله، رغم ان هو قال على نفسه، هو قال انا مواطن سعودي ولكن شغال في مصر، يعني بدل ما اكون شغال في الخارج انا شغال في المؤسسات السعوديه المصريه. الراجل زي ده ما حدش يلوم عليه يا جماعه برضه، يعني هم اعلنوا ان هو اغلى مذيع في الشرق الاوسط، فانا لو مكانه لا ده انا هقول، لان الباز بيعتب عليه انك اجنده سعوديه وتقول اللي بيمليه عليك السعوديه. طب ما انت يا باز بنحط لك سكريبت واجرك يا عيني صغير مقارنه بعمرو، هو كبير مقارنه بينا احنا لكن هو صغير مقارنه بعمرو، ومع ذلك زيك زي لا مؤاخذه بتقول، زيك زي باقي المعرضين بتقول السكريبت المحطوط قدامك. طيب عمرو بياخد اكتر منك ومكرم عنك ومنعم عنك، فطبيعي جدا وضروري جدا ان هو يتكلم بلسان السعوديه، وان هو ده محمد ناصر او الاستاذ محمد ناصر، لانه ده في وجهه نظري ده عبقري لبق مسيس مطلع قارئ. محمد ناصر كان من ضمن الحاجات يعني اللي قالها محمد ناصر وخلتني اضحك شويه، حته ايه بيقلد بقى كان بيقلد عمرو اديب، فبيقول عمرو كل ما يجي يتكلم يقول ده في الرياض كان بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وهنا مش عارف ازمه السيول مخليه ومبقيه، ده في الرياض كان بيحصل بطريقه بقى انه اخذ الجنسيه السعوديه طال عمرك وعقبال امالتك. فانا طبعا بعتذر ان الحلقه دي جت متاخره شويه، ولكن انا بوعدكم ان الحلقات اللي هي بتبقى موجوده على الساحه ما عادتش هتتاخر تاني. انا فعلا كنت مشغول جدا الايام اللي فاتت دي، ولكن ان شاء الله كمان يعني المهمه اللي عندي دي تخلص في اقل من 10 ايام، وبعد 10 ايام هنكون فاضيين تماما وهنحط جدول كده لحلقات بس حيه هتتعمل، وهنرد على استفساراتكم واسئلتكم في حلقه كده هنخصصها، وهنعمل جدول بالكلام ده، وهنعمل جدول بحلقه واحده مثلا ليا زي اللي انا بقدمها دي، وبقيه الاسبوع حلقات رياكت. سعيد جدا بان انتم موجودين معانا، وسعيد جدا بان قناتنا بتتطور وانتم موجودين. بيكم ان شاء الله هنزيد، ويا ريت تدعموا اكتر واكتر، لان دي قناتنا وقناتكم قبل ما تكون قناتي. ربنا سبحانه وتعالى يعلم المجهود اللي انا بحاول، لان احنا يعني انا فرد وحد كمان بيساعدني اللي انا ببذله فيها علشان يطلع لكم بره الكلام، بره الحلقات بتاعتي انا، يعني سواء حد راضي عنها او مش راضي عنها، لكن انا شايف ان في قبول جدا على الرياكت، وده اللي هفهمه لحضراتكم في حلقه منفرده، ان الرياكت ده اليوتيوب مش قابله، عشان كده هي دي مشكله ومعضله قدامنا، فبنحاول نعوض بالحلقات اللي انا بقدمها. لكن انا كان عليا مش يعني كفايه على ان انا اشوف حضراتكم، وسنه سعيده علينا وعليكم، وتصبحوا على خير.